خلصنا الامتحانات والاجازه ابتدت والكل فرحان وكان بيطلع، بس انا اول ما جيت اطلع امي قالت لي وريني الامتحان بتاعك كده. قلت لها ماشي، وريته لها، بس اكتشفت ان انا ساقط، فقالت لي مفيش طلوع خالص في الاجازه دي الا لما تذاكر. فانا طبعا مش هذاكر، اطلع برا البيت اهرب لحد ما الاجازه تخلص وارجع تاني. فبس هي دي فكره اللعبه، ما نطولش عليكم يلا بينا نبدا. ايه يا عم اللعبه الصعبه دي؟ يوه مش عارف اكسب ولا اعمل اي حاجه. ده صاحبي، انا رايح اقول لماما. ماما ينفع العب مع صاحبي؟ موجود هنا. انت خلصت الواجب بتاعك؟ ايوه خلصته. وروني دلوقتي. ايه ده؟ ساقب؟ والاستاذ بيقول انت كنت بتسيء التصرف، مع انك ساقبت عايز تطلع برا، لازم تتكسح على نفسك وروح ذاكر، مفيش تروح تاني، ما تجيش تاني هنا. الله، وانا مالي يا لمبي؟ وخلي بالك لو زوجيتك ما تتذاكرش اضربك ضرب من غير مرحمة، فاهم؟ ايوه فاهم ماما فاهم. يعني احنا لازم نذاكر؟ اكيد لا، انا ما بذاكرش في الحقيقه، ذاكر في اللعبه مستحيل مان. احنا دلوقتي في اوضه، طبعا في اي لعبه دخلت في اوضه لازم يكون في اي حاجه على الاقل تفيدنا هنا في الاوضه دي. فيلا بقى نبدا عمليه البحث، ليتس جو. ماشي، اول حاجه نفتح الدواليب، ما فيش اي حاجه في الدواليب، لا ما فيش حاجه. الدرج لا ولا، كلها هدوء. ماشي ندور في الدروج دي، كلها كتب ما شاء الله، الواد شكله شاطر يعني بيذاكر على طول. ماشي ندور في الدروج دي، كتب برضه. اوه كشاف، لو دوست ريست هيحصل ايه؟ بيحصلش حاجه. وبعمل بيه الكشاف ده ولا بيشتغل ولا اي حاجه. استنى، اوه ده مكان بطاريات. ايوه اقدر اخذ البطاريات، بس هعمل بها ايه؟ نستكشف ونشوف الدولاب ده ما فيش اي حاجه، والدرج لا ما فيش حاجه، كله هدوم. يا اخي الهدوم دي كلها اللي عندك. مشينا طبعا في الرفوف دي، هل في حاجه تنفعنا؟ اقدر اشيل الصوره اهو، اقدر الفها. اوه ده ايه اللغه الغريبه دي؟ ده مش انجليزي ده، نرجع له بعدين. وين مكعب روبك ده اللي هنا؟ اوه في ارقام عليه، يعني ده شكله مفيد المكعب ده، بس مفيد في ايه بعدين هنكتشف. سيبه دلوقتي. صح الكمبيوتر هو كان قاعد عليه من شويه، هل اقدر افتحه؟ فتح. عمل كلمة سر يا جماعة. طب هو مش من شوية كان قاعد على الكمبيوتر؟ أكيد حافظها يعني. مستحيل يا أخي، لازم يجيب كلمة سر. دلوقتي نطلع للعذاب برا، بسم الله. يلا في طريقة. في حد فتح الباب، شفتوا؟ دقيقة استنى استكشف برا. أيوة هو الباب مفتوح. طب مين؟ طب إيه ده؟ باب الشارع مفتوح، أقدر أطلع؟ بو أمي برا. أنا آسف. اجري دي جارية بتجري دي. إيه ده؟ دي بتلعب رياضة. اجري بسرعة. مستحيل يا أخي، نفسي أفهم بتعمل إيه هنا. اقفل الباب بس خليها كده. أروح فين؟ صح، هعمل نفسي بذاكر. 1 زائد 1 2. إيه ده؟ طب يا جماعة أنا بعمل نفسي بذاكر، طب نفسي أفهم ليه ضربتيني؟ عايز أعرف يعني. والله يا أخي أنا رحت على السرير وكنت بذاكر، ما عملتش حاجة غلط. يعني أعمل إيه؟ أنا عايش مع عائلة مريضة. واو، عايز أنا أمسح الأرض وده مقام يعني. شكلها نمسح الحاجات السوداء دي. يلا خلاص شكله هانت. خلاص اهو. يلا رجعيني الأوضة. يعني شكله خطة ان انا لو كشفتني واجي اعمل نفسي بذاكر، الخطة فاشلة 100%. فعايزين نلاقي خطة احسن من كده. ماشي استنى دقيقة، المفتوح. لا بابا مش مفتوح. طب استنى يا جماعة، انا دخلت كده ليه ما اخشش كده؟ تعالوا نخش كده. ايه ده؟ ابويا قاعد هنا. لا ابويا انا بذاكر. بذاكر يا ابويا. الطريقة دي ما بتنفعش معاهم الاثنين. وين اللي لابسه في دماغك ده؟ المفروض تمشي عليك الطريقة دي. علينا بس عايزني اعمل 20 ضغط. انا ما اعرفش اعمل 2 في الحقيقة. لا ما علينا. بنزل بالسي. ايوه وبطل. كده ماشي. يلا صب، انت اقوى بطل. اديله 5 19 والاخيرة. يلا رجعنا الأوضة. يا جماعة يعني بصوا، من الناحيتين زنقة، يعني من هنا أمي ومن هنا أبويا. أروح فين؟ أطير؟ صح. وفي على الجنب كان بيقول لي دوس اتش وتاخد هنت، يعني معلومة. استنى تعال نجرب. اهو باين لي سهم أصفر. طب إيه ده؟ ده جرس. استنى ما تجيش. لا أمي جاية. استنوا ايه ده؟ انا فين؟ انا في حمام. بس استنوا، هل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ ماشي ما علينا، بس يلا. طب اعمل ايه؟ انا اخدت دلوقتي بتاع الغسيل ده، لقيته هنا واتاخد. تعال نفتش. طب نفتش على حياة تانية. اوكي في هنا حمام وسخ. ماشي تعال نطلع.
طب ايه الفايدة يعني؟ امي طلعت وبعديها رجعت تاني صح؟ طب بصوا انا عندي حل، يعني اهو ادي الجرس وبعديها اخش الحمام بعديها ادخل الاوضة بتاعتها، ايه رايكم بالخطة؟ خطة حلوة ماشي. يلا بسرعة. ايوه هي الام اهو بتقول انا جايه، فهي دلوقتي وقعت في الفخ الاول، فاحنا دلوقتي بسرعه ندخل في الاوضه بتاعتها بس تكون طلعت اكيد. اوه الحمد لله ما خدتش بالها ان الباب اتفتح وراها. يلا بسرعه. في حاجه على الترابيزه، في ريموت بس ما بيتاخدش. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، مش شكله اكل ده. في رقم. امي شافتني. امي معلش انا اسف. انت اسرع مني ازاي؟ ولد اسرع مني. لفت الكلبة لفت. لا حرام عليك يا اخي بالحزام. ماشي المحاولة الأولى فشلت وطبعا أكيد هتفشل. إيه ده؟ بيقول لك على الجنب نهاية واحدة من 8 نهايات، يعني اللعبة دي فيها 8 نهايات. بس يلا بينا لسجون نعيد وهنكسب إن شاء الله. يلا يا جماعة كده المحاولة الأولى أصلا بتكون تجربة، يعني مش اللعب الصح، بس المحاولة الثانية هتكون اللعب الصح وهنكسب. اسمع مني بس. يا ترى طب هل لما نعيد الجيم الحاجات تتغير ولا يعني مثلا ممكن يكون في حاجات في الأوضة؟ أنا فاكر إن إحنا لقينا كشاف في الدرج اللي هناك، نروح له. شوف أول حاجة الحاجات اللي جنبينا، طبعا هدوم ما لهاش أي فايدة خالص. أحس إنه مفيش حاجة اتغيرت. لا في حاجه اتغير، الكشاف مش موجود مكانه. اوكي دي نقطه، يبقى كل ما نعيد الجيم الحاجات بتتغير ودي مشكله لوحديها. اوه لقيت لمبه بس اعمل بها، هنستفاد بها بعدين، نخليها معانا. يلا ما نتسرعش يعني، نفهم حاجه. يلا بينا لسجون نطلع بهدوء. يلا بينا. طب في استنوا في دروج هنا، تعال نشوفها. بس انا خايف الام تطلع. ماشي افتح الدرج الاول مفيش حاجه، الدرج الثاني الثالث مفيش اي حاجه. اوكي نعمل الخطه الاولى، ندن الجرس ونجري على هنا. استنوا طب بعد ما الام تروح هناك نستخدم الهند عشان نعرف نعمل ايه بعد كده. مين فتح درج الترابيزه؟ ازاي؟ لا استنوا هو الدرج اللي كنت فاتحه ده عرفت ان انا موجود برا؟ لا ازاي؟ مستحيل، لو كده اللعبه صعبه. طب ايه اعمل؟ اطلع بوم قبضني يا اخوان. انا دلوقتي عشان فاتح درج واحد بس عرفت ان انا برا. زي الام دي بتحفظ كل البيت، هو بيقول لي لف 3 لفات حوالين البيت. بس يا اخي اللعبه كده هتكون صعبه، اعمل كل حاجه زي ما كانت يعني مستحيل يا اخي. ماشي ما علينا، نحاول بقى نحلها. في حاجه هنا برا، خشبه برا. يلا اللفه الاولى. فاستر ايه انت هتدلع؟ انا اللي بجري مش انت. يلا بس صراحه يعني لا لعبه تلخبط الواحد. في كلب يا جماعه هنا ومعاه شاكوش في ايده. طب ده يعمل له ده؟ في هديه هناك. ايه دي؟ الكلب معاه حاجتين يا جماعه، معاه شاكوش وهديه، يعني لو عرفت اخليه يبعد اقدر اخد الحاجتين دول. يلا ان شاء الله نحاول نبعد الكلب ده وناخد منه الحاجات. بس يلا هي اخر لفه وخلاص، دخلني البيت بالله الجو برد. يلا انا دلوقتي اللي عرفته الام دلوقتي عارفه كل حاجه، يعني مثلا الدولاب ده كان مقفول، لو فتحته وجت بصت عليه وطلع مفتوح هتعرف ان انا طلعت برا الاوضه. شوف الصعوبه. نحاول نكسب برضه. يلا ماشي ليتس جو. يلا طب الحمام مفتوح؟ لا ما فيش حد. طب الستاره كانت مقفوله، هل اخليها مفتوحه ولا اقفلها؟ يلا خليها مقفوله، نرجع كل حاجه زي ما كان. نعمل الخطه بتاعت الاول. رن الجرس، اجري استخبى بس يا رب ما كنتش ناسي حاجه. وصح ده بتاخد ده عاد. طب ايه فايدته ده يعني؟ استنى الغساله فيها حاجه. طب اهو فيها درج اقدر اخد. ايوه بس قدرت اخدها هنا كويس. ماشي يلا بدنا نطلع. طب نطلع ونروح على المطبخ. نطلع. امي شافتني. طب ابوي اعمل ايه؟ امي من ناحيه وابوي من ناحيه. تعالى يا اخي انتوا كلاب يعني هتزنق من ناحيتين. اللعبه محتاجه تركيز يا جماعه. يلا نعمل له 20 ضغط وخلاص. يلا والاخيره بس خلاص. يا بعد 20 ضغط واحد خلاص تعب. بس يا جماعه ازاي الام شافتني؟ يا دوبك لفت لمحتني انا وجاري. وصح اكتشفت خدعه، لما اكون ماشي كده انا وبزحف مفيش حد بياخد باله مني. نقطه حلوه برضه. طب انا عايز اعرف اللي بعمله كده صح ولا غلط. من الجرس بس. ايوه اقفل الباب، واول ما تطلع يعني عامه استنى شويه واطلع على طول عشان ايه ما اطولش. انتوا شفتوا الدور اللي فات طولت، بصت وراه ولقيتني. يلا بينا، انا شايف ان كده كويس. يلا افتح الباب. يلا استخدم هنت. الهنت بيودي على فين؟ بيودي على هنا. طب ايه ده؟ انا احتاج انشاء دخان. بعد كده ايه يعني؟ ماشي في دروج كثير هنا. تعال اكيد في حاجه في الدروج دي، مستحيل ما يكونش في ولا حاجه. اوه ماي جاد. اجري بسرعه. افتح الباب. قفلت الباب اللئيمه. قفلت الباب.
يا اخي طب اعمل ايه تاني يا اخي؟ عملت كل حاجه في دماغي. جرس رنيته، استكشفت المطبخ، قفلت زرار ملوش اي فايده. يلا نعيده خلاص. اوكي المحاوله الثالثه. انا بعد كده اسمي اللعبه دي لعبه الضرب. تطلع تتضرب. ندور على اي حاجه تفيدنا هنا ولا هنا. الدروج دي يا اخي فاضيه على طول. فتش هنا وهنا مفيش اي حاجه. الدواليب ماشي. يلا نطلع وخلاص. بس احنا شكلنا بصوا هنمشي على الهند يعني. هيساعدنا يعني. ده ما يعتبرش غش، يعتبر مساعده عشان انا شايف ان كده صعب يعني. ماشي نفتش هنا في الضرفة دي مفيش أي حاجة. اقفلها. ده موجود كل شوية. ماشي نفتح ده ونخد هنا. أحسه ملوش فايدة بس خلاص يلا. لا البانيو مفيش أي حاجة. اقفل الستارة. اطلع برا على طول عشان الأم ما تاخدش بالها. أخذت بالها يا بيو. اوبا 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 امي بالله عليك يا اخي سيبيني يا اخي. واللاعب ما بينطش. كنت عايز انط فوق السرير ما بينطش. عايزان اكنس التلج. هي وصلت باكل كده اكنس التلج. يلا نكنس ونخلص كده. عايزين نخلص سريع سريع على الاقل اهو. يلا بنفهم حاجه احسن من مفيش. احسن من ان احنا نلعب ونقبل زي الحمير ما نفهمش اي حاجه خالص. على الاقل اهو بنكتشف. بس يلا رجعيني الأوضة. انت اطلع برا. اقفل الباب. يلا ان شاء الله هنكتشف حاجة. يلا بسرعة. ما فيش اي خرمة من الباب هنا. بص مني. بس انا شايف ان كده استنينا كويس. يلا بينا لسكو. افتح الباب. اوه ماي جاد. امي لسه هنا. ماشي بسرعة. طفي البتاع ده. استخدم الهند. ايوه الهند. هل في حاجة في الدواليب ولا ده فين؟ ده مش هنا. ده شكله بعيد شكله. انا هطلع برا الأوضة وامشي. ابويا مفيش حد ماشي وراك. ما تبصش وراك. واو الحاجه برا وامي كشفتني. ماشي يلا بينا نطلع من غير ما امي تاخد بالها. جات تاني. امسح الارض. انا حاسسهم قبضوا على حرام ما قبضوش علي. انا فاهم يعني انا ابنكم يعني بالله عليكم. الوش الكيوت بتاعي ده ما يرضكمش. عامه البتاع دي برا. اطلع لها ازاي؟ هو شكله لما امي تفتح الباب امشي وراها والف حوالين البيت. انا الصراحه ده استنتاجي انا يعني. ممكن اكون غلطان بس يلا نجرب. التجربه مش هتضر. نستنى شويه نخليها تعدي كده. يلا بينا. انا شايف ان كده كويس. يلا فتحت الباب. يلا اوه امي سيبيني يا امي. اوكي المحاولة الرابعة. لقيت اللمبة. هي مفيش حاجة يعني مفيدة. يعني نفسي افهم اعمل بها ايه اللمبة دي. ما لقيتلهاش حل لحد دلوقتي. نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ الدولاب مفيهوش حاجة. ماشي هقفل كل حاجة ورايا عشان ايه ما تشتكيش تقول انت اصلا فتحت الدرج. خلي كل حاجة مقفولة. يلا بينا. اول حاجة طبعا نعمل اللي بيديهولنا التعليمات. اول حاجة رن الجرس. خلي امي تطلع. اخش المطبخ اطفي البتاع الاخضر ده وخلاص. وبعدين نشوف بقى ايه الحاجة الزيادة اللي انا مش عارفها. ماشي تكون طلعت صح. تقعد تطلع بعد فترة ساعات وساعات بتطلع على طول. اطفي بتاع الدخان ده واجري على الأوضة عشان انا ما فيش مكان غير الأوضة. انا شايف وانا نفسي افهم اذاكر ايه بين كل الحاجات دي. افهم ايه؟ انا مش عارف حرف اصلا. امي بذاكر والله بذاكر. والله العظيم بذاكر يا جماعة. ده شكله بقى انه اللعبة كلها جري. يعني انا قفلت اهو بتاع الدخان ده. قالت مين قفل بتاع الدخان وجرت ورايا. يعني شكلي ما ارجعش اوضتي تاني. افضل برا الاوضة واقعد الفهم ورايا الكلاب. انه هكسب. هطلع برا البيت. بصوا هطلع برا الشارع. استنوا دقيقة. هم من صحابي شايفين. لا استنوا بتعملوا انتوا برا؟ دول بيبوسوا بعض ولا بيعملوا ايه دول؟ بيعملوا ايه دول؟ لا حرام برو. ما علينا خلينا ننظف. يا حجة ايه فاستر دي؟ الدم عندك انا؟ يا اخي بالله خلاص كفاية يا اخي. اكنس التلج ده كمان بالمرة. كفاية. خلاص خلصت. يلا وديني الأوضة. عايز اروح الأوضة بسرعة. ذاكر يا امي. خلينا ما نذاكرش. افتح الباب. رن الجرس. بوم. ادخل الأوضة. بوم. اقفل الباب بسرعة. بس خلاص وكده نروح نستكشف المطبخ لو في حاجة جديدة حصلت. الجهاز ده يعني اكيد ليه فايدة يعني. في شباك اتفتح. دقيقة. في شباك اتفتح. كويس يعني ده شكله ما هرب. لما امي تشوفني اهرب على طول. كسرت كوباية بالغلط. اطلع من الشباك عادي.
واو امي بتنط فوق الشباك. امي معلش ما كنتش عارف انك رياضيه كده. اجري يا جماعه، دي امي اسرع مني. طب فين الصحه بتاعتي انا؟ يا ساتر، ابوي بجرامه ودي بقياسمين. اعمل ايه تاني بعد كده؟ بالله مش عايزه تمسك. هفضل كده لحد امتى؟ العربيه سرقتني. خلاص يلا ايه رايك؟ لا هطلع غصبا عنك. الدور ده تخدم الهنت مودي على الاوضه بتاعت ابوي بيتهيألي. اقفل الباب ورايا وبس. هو فين الهنت؟ مودي على مزهريه. في حاجه جوه المزهريه، في حديده دي ولا ايه دي؟ خلوني اقلبها. طب اقلبها عادي. اوبا، ابوي سمع الصوت. اروح فين؟ طب استنى اخذت المفتاح. بس اروح فين؟ ابوي معلش والله بص، عايزنا انضف لك الوضع عادي، بس ابوي ما كنتش قاصد. يا مهما يعملوا انا مش همل، هفضل العب واتضرب لحد ما الاقي طريق المخرج. اوكي، الاوضه دي طبعا ما فيهاش حاجه زي كل شويه. فيها شاحن. واو، شاحن كويس. يلا حاجه حلوه. شاحن اكيد هينفعنا جامد الشاحن يعني. يلا الاوضه ما فيهاش حاجه غير الشاحن، بس عايزين نكتشف بيعمل ايه. نشوف الدروج دي مع انه ما بيكونش فيها حاجه. كار كي، مفتاح العربيه السوداء اللي برا. استنوا اوريها لكم اهي. شايفين اهي؟ هو مش باينه كلها بس اهي باينه العجله بتاعتها. يلا كويس حاجه عظيمه. ماشي، انا كده اتحمست ان انا العب. يلا ايوه تعالي كده، اروح عند الباب عشان ايه؟ اطفي تحت الدخان دي واطلع من الشباك، عشان اطلع من الباب خطر اصلا. خليني اطلع كده بسرعه، ما تلفيش وراك. ايوه خليكي كده. بسرعه كنت عايز اعمل ايه؟ ايوه طفي ده. بعديها ارجع للحمام. ايوه لا. بس الحمد لله رجعت للحمام. هي هتقول ايه؟ مين طفى البتاع الدخان؟ انا هكون مستخبى ورا الستاره. ايوه بس هي اكتشفت انه اتطفى، بس ايه؟ انا هكون مستخبى ورا الستاره دي عشان ايه؟ لو فتشت في الحمام ما تلاقينيش وتلف وانا اطلع من الشباك. بس يا رب تكون فتحته. يلا انا والله خايف اطلع الاقيها في وشي، فهو ده اكبر خوف منيها. انا زهقت من ان انا اقعد استنى كده يا جماعه. هطلع يا اخي، مش هينفع. اوبا واو، يعني بعد ده كل الخطه بتاعتي طلعت فاشله. فشل غبي. بس ايوه خدينا على الاوضه عشان ايه؟ اطلع بالعربيه واطلع من البيت المشؤوم ده. يلا افتح الجرس على طول، اقفل الباب. هل امي تكون طلعت دلوقتي؟ نشوف. ايوه بس اطلع كده، خلينا اشوف. اطلع من الشباك. يلا ليتس جو، نطلع. يلا يا رب ما تاخدش بالها امي. هي فين؟ هي دخلت. كويس. طب المفتاح ده اتخطى ازاي؟ اهو صندوق اتفتح. استنوا في حاجه. بيقول مين فتح الشباك؟ شباك ايه ده؟ امي انت اللي فتحاه. اتفضل. يمكن قزعه بتاع العربيه. لا ابوي اسرع من امي. ابوي بالله يا اخي اشفق علي. عايز ادخل من الشباك اللي في المطبخ. امي بابا، وهتعمل دلوقتي النطه الخرافيه وهتنط من الشباك. شفتوا؟ نطت بس انا ما شفتهاش. يلا بسرعه مش عايز اخبط في اي حاجه عشان ما ابطاش. اوه يا اخي، مش هفضل كده لحد امتى يعني؟ ايوه استنوا، امي صح طلعت من الاوضه. اخش من الشباك على طول. خش ادخل. مسكني من ورا. خلاص خلصت لفات كلها ووديني بقى على الاوضه. انا كده لقيت اهو خشبه من الخشبتين كده. كويس خالص. احنا عايزين نلاقي بقى الخشبه الاخيره عشان نطلع للقبو فوق. شفتوا انتوا اكيد. استنوا خلونا ندوس اتش ونشوف الهنت اللي بعد كده. استنوا خلونا اقفل ده كده. الحمد لله الباب زقاني على ناحيته بس ما شافنيش. ايه ده البتاع مش هنا. الحاجه في اوضه امي. بس خلينا نشوف المزاريه، يمكن يكون فيها مفتاح. بس يا اخي لا يا اخي، مش هوقع دلوقتي، مش هخاطر عشان انا مش عارف اعمل ايه. خلاص خلينا نقفل الباب ده ونرجع المفتاح بعدين. خلينا بقى نشوف بقى ايه اللي موجود في المطبخ عشان ناخده ونطلع على السلم. اهو الام جايه. بس خلينا نقفل الباب وهي تطلع ونشوف اللي موجود. يا اخي والله العظيم يا اخي، انت بتشوف حاجات انا ما بشوفهاش. ذكرت رك كلاود اوبند. يا امي ده مفتوح من بدري. ده بتقول لي صندوق العربيه مفتوح. انا هطلع. فين هي امي؟ فينها؟ ايوه الخشبه الثانيه. نمشي من هنا نركب في السلم. واحد ركب يا ابني ركب. اهو بس اطلع فوق السلم. اطلع. ايه اللي محتاج ايه؟ بيقول لي محتاج حاجه بس انا مش عارف ايه هي. ما لحقتش اقرا يا اخي. وابويا الحمد لله، وابويا قاعد يتفرج تلفزيون.
ابويا كمان شافني. يلا هي كملت اصلا. يلا يا اخي المشكله هيمسكوني يا اخي، اسرع مني. هخش بشباك المطبخ بسرعه. ايوه الحمد لله دخلت. امي بتعرف تتشعلق، وابويا سبحان الله ابويا ما بيعرفش ينط من الشباك وامي بتعرف. ايه الام الغريبه دي؟ طب اروح فين؟ اتزنقنا متنا. ويحصل ده مش منطقي. بلاقي حاجه تكون في حاجه تاني مش معروفه اصلا. يا جماعة يلا دي آخر محاولة الصراحة، عشان أنا لعبت كثير واشتغلت الضرب، بقالي ساعة بصور ومش عارف أكسب أصلا، فدي آخر محاولة. وأوكي لقينا الكشاف أول حاجة، نايس نفتحه وناخذ منه البطاريات. بس يا أخي نعمل بها إيه البطاريات دي؟ أنا ما عرفتش لسه. الأوضة فاضية ما فيهاش أي حاجة. لا فيها اللمبة. أنا لا نسيت أشوف الدرج ده. ماشي يلا بقى نطلع. لسكو نفتح الدرج. يلا هنحاول على قد ما نقدر نجمع أكبر عدد من الحاجات. انا عايز افتش في دروج المطبخ دلوقتي، عايز افتش فيها كلها، بس المشكله مش هلحق يا اخي. ماشي خلي الام تطلع دلوقتي وانا اطلع وراها. يلا تكون طلعت دلوقتي صح؟ اكيد ايوه طلعت. اقفل الباب ده وخش على طول افتح الدروج كلها. ايوه لقيت مفتاح مكتوب عليه كي، بس طبعا بيه الكي ده. بس طفي البتاع ده. اوه امي يا اخي امي فاتحه الشباك. هي مش فاتحه الشباك. يا ساتر يا ساتر. لا اجري. مش عارف اروح فين. يا جماعه اقسم بالله اللعبه دي بالعافيه تلاقي حاجه، بالعافيه. وقت ما تلاقيها كمان تتلطش. اوكي احنا دلوقتي اخذنا مفتاح يا جماعه، بس المفتاح ده بتاع ايه؟ هنشوف دلوقتي. يمكن يكون بتاع الباب اللي برا. دقيقه تعال نتاكد. بسم الله يا رب يكون هو. لا بيقول لك مش المفتاح ده. امال ده بتاع ايه؟ بتاع في اوضه هنا. ولا المفتاح ده. طب المفتاح ده بتاع ايه؟ تعال نشوف اوضه الاب يمكن يكون فيها حاجه. اقفل ده خش على طول من هنا. ده مقفول كمان بس بيقول لي مش المفتاح. في صندوق مالوش اي فايده. يمكن يكون مفتاح الخزنه. ولا لا مفتاح الخزنه عايز الوان. يا اخي ده طب اعمل بيه المفتاح ده. مستحيل المفتاح ما يكونش له فايده. تعال نشوف هنا نشوف لو في حاجه برضه. طب يا اخي مديني مفتاح مالوش اي فايده. في هنا دروج عايز افتحها بس الاب موجود يا اخي، بس مش عارف افتحها ازاي. تعال نشوف في الحمام لو في حاجه. وبن ايه؟ يا رب ما يكونش اكتشفوني. بس ما فيش غير ان انا استخبى كده. امي بالله عليك لا حرام يا اخي كله مسح. يا اخي ايه القرف ده؟ خلصت يلا ماشي يلا. طب يا اخي طب اعمل بيه المفتاح ده؟ مستحيل. مفتاح ملوش فايده ازاي ده؟ انا كنت شغلت بتاع الدخان. هي خلاها تطلع وانا اطلع من الشباك. اكيد هي فتحت الشباك بقى. فانا عايز اطلع عشان اشوف المفتاح ده بتاعي. ممكن يكون بتاع حاجه برا. ايوه بس هي ايوه فاتحه الشباك كويس. استنوا تعال نتخفى عشان ابويا ممكن يشوفني. امي دخلت خلاص. بس المفتاح ده بتاعي. طب بتاعي مش مفتاح العربيه. هو مفتاح العربيه ليه نوع معين. ايه ده؟ اكتشفوني ليه؟ طب انا عملت ايه يا ابوي؟ طب فهموني الاول فهموني يا اخي. اللعبه اللي ما بتتحلاش اصلا دي يا جماعه. عملت كل الطرق اللي في بالي وشغال الضرب برضه. والله حاجه قرف. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، ولو عايزين اخلص اللعبه دي قولوا لي في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك ويلا سلام.